استكمالا للفيديوهين اللي سابقين اللي وريتكم فيهم ازاي كانت الجزائر لا دولة وحاولت تصنع دولة بمساعدة المغرب، فلما حاولوا يعملوا ده رجعوا على المغرب يحاربوه بدل ما يمتنوا له. هوريك هنا كمان ان كانت اللا دولة اللي صنعها المغرب، والنهارده بيقولوا كل شيء بتاعنا والمغاربة اللي ادوه واحنا الاصل والمغرب كوبي منا، مع ان ده العكس تماما بشهادة ناس عايشة، بشهادة فيديوهات وثائقية زي ما وريتكم في الفيديوهات اللي فاتت. بوريك النهارده مجموعة نقاط للا دولة التي صنعتها المغرب فأصبح اسمها الجزائر، فعادت على المغرب تنتقم منه بدل ما تمتن له. هتشوف في البداية كانت الجزائر أيام الاحتلال العثماني، ثم باعتها الدولة العثمانية في نهايتها باعتها بيع وشراء لفرنسا، فخدتها فرنسا، استلمتها، مسختها زيادة فأصبحوا مسخ. كان كثير من الجزائريين بيظنوا ان هم دوزيام فرنسيس، احنا فرنسيين درجة تانية. وكان في كتاب زوج جميلة بوحيرد وده فرنسي بيقول لك اكبر مشكلة عشان نساعد الجزائر على استقلالها، لانه كان مع اليسار الفرنسي اللي دعم في استقلال الجزائر، قال لك كن اكبر مشكله بنواجهها اننا نقنع الجزائري ان انت مش فرنسي، انت جزائري، انت مش دوزيام فرنسيس، انت مش فرنسي درجه تانية، انت جزائري لازم تستقل. والفيديو اللي جاي ده هيوريك كيف ان كثير من الجزائريين لما جت تستقل يمشي الاستعمار، فضل هو الاستحمار وراح تنازل عن جنسيته الجزائريه ومسك في ديل ماما فرنسا وقال لها انا معاك يا ماما هتسيبيني لمين؟ شوف وتعالى لي. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge, merci. Oui. Gouagat Boudjima. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Au camp militaire de Rivesaltes, près de Perpignan, nous avons vu les harkis rapatriés d'Algérie faire leur premier pas dans la vie métropolitaine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخير لباس عليكم. قلت نبدأ البداية دي عشان نوريه ان هو كان مسخ ممسوخ لا علاقة له بالوطنية ولا بالجزائر، ولا يعرف حاجة عن الجزائر، ولا كان في حاجة اسمها الجزائر وجغرافية الجزائر دي اللي عملها فرنسا، وان المسألة بالكامل كانت مسخ في مسخ. هتقول لي ايه علاقة المغرب بالموضوع؟ هقول لك اصبر بس عليا وهوريك دلوقتي ان المغرب هو لما بدأوا في مرحلة المسخ دي كان لسه خلال الاحتلال الفرنسي وبيعانوا من الويلات والنبذ والمطاردة ومطاردتهم ومعاملتهم دوزيام فرنسيس، ده اذا عاملين بني ادمين اصلا. كانوا بيروحوا المغرب يتعلموا اللغة العربية، كان اللاجئين الجزائريين بيروحوا المغرب يتعلموا اللغة العربية، والمغرب يعلمهم ويرقيهم ويعلمهم ازاي يعملوا لبسهم وازاي يلبسوا وازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يبقوا بني ادمين، وكانوا قطعان من اللاجئين بيروحوا للمغرب زي كده. This is not enough for growing children, and more than 50% of all refugees are children. Therefore, a special effort had to be made. A lifeline of 160 milk stations was created. Every morning as they go to school, 90,000 refugee children receive a cup of vitamin-enriched milk and a piece of bread. وكمان ضيف على ذلك ان كان المغرب بيعلمهم الفنون، وكان الفن بياخدوه من المغرب ويغنوا في المغرب في الجزائر اغاني المغرب ويجوا يتعلموا الفن في المغرب. والمغرب كان له تاريخه واصالته وله امتداده، لانه زي ما قلنا كان هم 400 سنة عثماني وزيادة، ثم بعد ذلك فرنسي. كان المغرب غير كده، المغرب لم يكن عثماني ابدا، كان له هوية من قدم التاريخ، وهو دولة وراء دولة، وهو تاريخ متصل زي العقد كده من حلقات متصلة، لم يمسخهم أحد ولم ينبطحوا زي الجزائر كده ويتبعوا كل من جه يركبهم. وكان المغرب له تاريخه وهويته وما زالت تراثه متصل، زيه متصل، هو لهجته هي تراثه وتاريخه متصل، كل حاجة متصلة.
فكانوا يا سيدي بيسموا الفن، لدرجه ان الفن الشعبي بيقول لك كانوا بيسموه المغربي. كان الفن الشعبي اللي بيتغنى في الجزائر، اللي النهارده كل من هب ودب بيقول لك ده مغربي، ده جزائري والمرار كدوه، الفن ده كان جزائري والمغاربه خدوه، الفن ده كان مغربي. هو بشهادتهم اهو قال لك ان الفن الشعبي اللي كان بيتغنى في الجزائر كان اسمه المغربي اهو. اونكور بلوس كو سا. على بالك علاش؟ باسكو الشعبي مع الاول كيفاش كانوا يسميوه؟ على بالك كيفاش كانوا يسميوه؟ كانوا يسموه المغربي. علاش كانوا يسموه المغربي؟ باسكو سيتي القصايد من باسكو المغرب. القصايد كاع من المغرب. ضيف على ذلك ان لما المغرب استقل بعت عبد الناصر لتهنئه ملك المغرب المغفور له باذن الله الملك محمد الخامس، كان رجع من المنفى واستقلت المغرب، فبعت وفد للتهنئه، كان بن بله وكان واحد تاني معاه اسمه محمد خيدر، كانوا موجودين في مصر. كانت مصر هي اللي بتعلمهم وبتدربهم على السلاح وبتدربهم على كل حاجه، ومصر كانت خيرها عليهم برضه، بدل ما يمتنوا رجعوا على مصر سبونا وفي عبده وما في عبده. المهم راحوا لواحد من الدبلوماسيين اللي كانوا هيروحوا في الوفد اللي هيهني جلالة الملك محمد الخامس الله يرحمه، وقالوا له بن بله اللي هو أول رئيس للجزائر ومحمد خيدر، قالوا له هنحملك رسالة لجلالة الملك محمد الخامس، إن قول له أنتوا استقليتوا وعليكم مسؤولية إنكم تساعدونا لاستقلال الجزائر. وراح بالفعل، وهو شهادته هتسمعوها دلوقتي، قال انا رحت فعلا والمغرب دعمهم وساعدهم لكي يستقلوا، فلم يمتنوا له للاسف. اسمع وتعالى. تبناها محمد الخامس بعد كده، وكان لي شرف ان انا اكون اول واحد عرفها. عبد الناصر شكل وفد رسمي لتهنئة محمد الخامس بالعودة وتهنئة الشعب المغربي بالاستقلال. فوجئت باثنين من زعماء الجزائر اللي موجودين في القاهرة، وهما أحمد بن بله ومحمد خيدر، جولي في المكتب وقالوا لي أنت مسافر مع الوفد، عايزين نحملك رسالة إنك تقول لهم في المغرب إن هم استقلوا وأصبح عندهم مسؤولية إنهم يساعدوا الجزائر في استقلالها. إذا الكام صورة اللي حطيتهم لك جنب بعض دول يوريك أن الجزائر لم يكن لها هوية ولم يكن لها تاريخ ولم يكن لها أي شيء. كانت منطقة منكوبة، ومش منكوبة سنة ولا 2 ولا 3 ولا حتى 10، ده منكوبة لقرون يا ودي، 6 قرون تقريبا، منكوبة نكبة. مسخت ومسحت هويتها وأصبحوا زي ما انتم شايفينهم كده مسخ، وإلى الآن هم مسخ. المغرب ساعدهم بقى في كل المراحل اللي وريتها لك دي، فهل امتنوا للمغرب؟ ابدا. كل ما قدمه المغرب من مساعدات لهؤلاء خلال السنوات، من تعليمهم الحرف، من تعليمهم اللغه العربيه، من تعليمهم الاسلام، من ايوائهم كلاجئين، من ردوا هم ب3 حروب امجاله 1 و2 وحرب الرمال، ردوا هم بطرد المغاربه في العيد الاضحى، في اخس عمليه حصلت في التاريخ في عهد محمد ابراهيم بوخروبه شعير بهواري بومدين، ردوا بدعم جماعه انفصاليه اسمها البلوزاريو ومدهم بالسلاح للحرب. تخيل اللي ساعدهم في الاستقلال، تخيل المغرب اللي اداهم السلاح ووقف يدافع عنهم في الامم المتحده، تخيل المغرب اللي عمل معاهم ده كله. يعملوا له ايه رد جميل سنه 75؟ عارف عملوا ايه؟ جابوا مجموعه انفصاليه تسمى البلوزاريو وادوها سلاح ودعموها بالمال وقالوا لهم روحوا حاربوا المغرب. من ذلك الوقت الى يومنا هذا 47 سنه. زي ما قال ربنا في سوره الرحمن: وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. هم جزاء الاحسان بالنسبه لهم هو النكران، سرقة التاريخ وسرقة التراث وقلة الأدب والتعدي على الأعراض بلا نخوة وبلا أدب وبلا كرامة، ويلي صفاتكم. احنا النيف، احنا الرجلة، احنا الأحرار الثوار، احنا الجزائر الرجولة، احنا الثوار المجاهدين. لولا المغرب ما كان لك كرامة، كان زمانك دوزيام فرانسيس بتتنازل عن جنسيتك زي ما حطيت لك أول الفيديو ده. جدك وريتك يا جدك كان عامل ازاي قبل المغرب ما يبقى خيره عليك. النهارده انت بترجع على المغرب بالتعدي وقله الادب والتطاول بهذا الشكل، ويطلع شويه مسوخ
حتى اسمائهم ما غيروهاش من ايام الاحتلال، لسه زي ما هم، ابو قعر وابو سنطيحه وابو بتاع وابو خلونه وابو معرفش ايه، لسه اسمائهم زي ما هي. يرجع النهارده يشتم في المغرب يقول لك مملكه معرفش ايه وايه 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 وكلام بذيء ما ينفعش عوده. بدل ما تمتن وبدل ما تقدر لما فعله المغرب معكم بشهاده الناس، هي فيديوهات وثائقيه موجوده، هتهرب منها وتروح فين؟ هتهرب منها وتروح فين يا بائس؟ بدل ما تمتن للناس عملت ايه يا ودي؟ عضيت الايد اللي اتمدت لك، ودي شيمتهم، هو ده طبعهم. مفيش حد ساعدهم ومدلهم ايد العون الا لما عضوها وسبوه. يلي ويلي ويلي، وبنبعت مش عارف عهيرات للجيش الامريكي، ومصر بتبعت مش عارف ايه لمين. مصر اهو واحد قال لكم رحنا للاسف يعني الشديد. ليه هو بيعمل كده؟ لانه ناقص دوني صغير قزم يشعر بالدونيه دائما جواه، والدونيه هذا الاحساس بالدونيه يجعله دائما يتطاول على من هم اشرف واحسن منه، فتلاقيه دون وعي يسب يسب يسب، يظن بهذا ان هو صنع لنفسه ذاته، يرضي ذاته الناقصه ويرضي داخله الناقص. فتلقاهم يسبوا زي ما بتشوفوا في التعليقات كده، لانه عارف ان احنا بعيد عنه كتير، لان خيرنا عليه وهو مش قادر يتخلص من هذا الاحساس ان هو مجرد مسخ اللي صنعه احنا. التاريخ لا يكذب والفيديوهات لا تكذب، والتاريخ موجود والفيديوهات موجودة، وممكن احط لك من ده للصبح وهنتكلم في ده كتير، لكي يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار، لكي يعرف الناس سبب هذه العقدة، شروطتهم اللي بيرفعوها في كل حتة 1 2 3 فيفا الجيري منين ما راحوا، حتى في الأماكن المقدسة التي لا يصح ولا يليق إنك تعمل فيها ده. لكي أفسر لكم سلوكهم هذا عليك أن تعرف تاريخه الأول الحقيقي، فيبان ليك هو بيعمل كده ليه، وإذا عرف السبب بطل العجب. دي الحكاية. أشوفكم على خير.